صلوا على النبي يا حبايبي، عاملين ايه؟ ما كانش عندنا بقى حاجة كده نشرب بيها الشاي، فجبت 2 كيلو دقيق وحطيت عليهم سمسم وينسون وشمر و3 معالق سكر كبار. وهنا عملت الخميرة، هي ما شاء الله عليها، بصوا عملت ازاي عشان تعرفي ان الخميرة حلوة. هنحطها كده بقى عليهم ونقلب، وتعالى اوريكم. بصوا بقى يا بنات، حطيت عليها نص كيلو زبدة تكون سايحة، وهنقلبها بقى كلها في بعضها. هي بس مش بتتقلب، يعني احنا هنبتدي نبسها بس كده عشان الدقيق يتشبع من السمن. وكان عندي بقى لبن مدفياه، اهو بصوا يا بنات بقت عامله ازاي. على فكره انا الاول كنت بس يعني بستتقل كده بصراحه اعمل، لكن الحاجات دي بقت غاليه قوي بره، فبقيت يعني كل ما تخلص من عندي اعملها واشيلها في علبه واخليها كده، لان انتوا عارفين ان ولادي ما بيفطروش فول وطعميه. انا ولادي هما بياخدوا كده حته قرصه مع شاي بلبن وخلاص على كده. بصوا بقى، كان عندي شويه لبن كده حطيت عليهم معلقه خل، يعني بيقولوا ان كده الرايب ده بيبقى احسن للقرص. هقلب كده واوريكم. بصوا بقى كده بنفضل نعجن فيها لحد ما تلاقي العجين طلع من ايديكي. هسيبها بقى ترتاح شويه وبعدين اوريها لكم. بصوا بقى يا حبايبي، سبتها ترتاح شويه وبعدين ايه، هنبتدي نقطع بقى كده. انا نضفت طبعا الرخامه، بس ايه يعني على الرخامه عشان الدنيا تبقى اسهل. وهبططها كده، مش عايزين نخليها تخينه لان هي لسه ايه هتخمر تاني. بصوا بقى انا قطعتها كده وبعدين هاخدها في الصينيه ونرصصها كده في الصينيه كده. عملت الصينيه دي، هدخلها بقى في الفرن عقبال ما اكمل بقيه الصواني. صلوا على النبي يا حبايبي. بصوا بقى ما شاء الله طلع معايا قد ايه، ده غير اللي احنا فطرنا بيه. انا بحطهم في علب كده، والعلبه اللي تخلص يطلعوا غيرها. ايه رايكم؟ حاجه جميله كده بالف هنا. والله لما تعملي كده في البيت هتوفري، وحاجه حلوه كده، يعني حاجه موجوده وسريعه. بألف هنا يا حبايبي.